السلام عليكم، ازيكم يا جماعة؟ اهلا بيكم في حلقة جديدة من رحلة نور. النهاردة هنتكلم عن دواء ناس كتير قوي بتسمع عنه في الصيدليات، اللي هو التريبتيزول. تريبتيزول، في ناس بتقول عليه ارخص علاج للقلق والاكتئاب، وناس تانية بتخاف منه. خلينا دلوقتي نفهم مع بعض ايه هو، بيشتغل ازاي، وايه مميزاته وايه عيوبه. اول حاجة، التريبتيزول اسمه العلمي اميتريبتالين، وده من مضادات الاكتئاب القديمة اللي بتشتغل على كيمياء المخ. الدواء بيزود مواد زي السيروتونين والنور ادرينالين، وده بيخلي المزاج يتحسن والقلق يقل. يعني ببساطة، هو بيعيد التوازن في المخ اللي بيكون مضطرب عند الناس اللي عندهم اكتئاب او قلق. طيب، بيتاخد في ايه التريبتيزول؟ اول حاجة بيتاخد لعلاج الاكتئاب، وبيتاخد لعلاج القلق والتوتر المستمر. احيانا بيتكتب للي عندهم مشاكل نوم او صداع نصفي، وفي بعض الحالات بيستخدموه لآلام الاعصاب المزمنة. طيب، نروح على المميزات بتاعة التريبتيزول. اولا، سعره رخيص مقاربة بأدوية تانية حديثة. يعني هو البديل لدواء لو تعرفوه اسمه ريميرون، غالي جدا. هو البديل الرخيص بتاعه تقريبا في مصر ب 10 جنيه او 11 جنيه، في الحدود دي. متوفر في الصيدليات بتركيزين، 10 مللي جرام و25 مللي جرام. الدواء ده ممكن يساعد في النوم لو الشخص بيعاني من ارق، لكن خلي بالك ليه عيوب واثار جانبيه زي اي مضاد اكتئاب ثلاثي الحلقات. العيوب ممكن يسبب دوخه او نعاس، وفي ناس بيزود عندهم الوزن شويه زي بقيه مضادات الاكتئاب. ممكن يعمل جفاف في الماء في الفم او امساك. يا جماعه، الاثار الجانبيه دي مش بتيجي لكل الناس، ممكن تعمل اثر جانبي. ولو اتاخد بجرعات عاليه او من غير متابعه ممكن يسبب مشاكل في القلب او التركيز. فده بس في الجرعات العاليه، الناس اللي هي بتاخده بدون ما تعرف او متحدد لها من دكتور الجرعه المناسبه. تعال ناخد مثال واقعي. في ناس بتاخده بالليل عشان يناموا، وفي ناس بيناموا كويس على التريبتيزول، لكن لو خدوه من غير دكتور ممكن يتعودوا عليه او يحسوا انهم مش قادرين يركزوا في الشغل من غيره. وفي ناس بتقول ده انقذني من القلق، وناس تانية بتقول تعبني وزود وزني. ده عشان ظبط الجرعه، لازم اللي يظبط لك الجرعه الدكتور. لو عايز تاخده من غير ما يكتبه لك دكتور، خد اقل جرعه للقلق اللي هي 10 مللي جرام. دي الجرعه المناسبه للي عندهم قلق. هو فعلا ارخص مضاد قلق في العالم، هو التريبتيزول، وكويس جدا 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 للقلق. ده معناه ان كل جسم بيستجيب بشكل مختلف، وما ينفعش نعمم على كل الناس، بس هو الدواء في العموم بيقلل القلق جدا بتركيز 10%. زي ما قلنا في تركيزين، 10% و25%. 10% ده اللي بيشتغل على القلق، وكويس جدا 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 للقلق. التريبتيزول فعلا من ارخص الادويه اللي ممكن تتكتب لعلاج القلق والاكتئاب، لكنه مش مناسب لكل الناس. لو عايز تجربه للقلق، هات تركيز 10% وخد حبايه واحده بس، هتلاقي ان هو مناسب جدا ليك لموضوع القلق. ما تزودش عن كده. آه، احنا في رحله نور بنوعي زي ما قلنا قبل كده وبنفهم، لكن العلاج لازم يكون مع متخصص. انا بس بديكوا فكره، وقولوا لي في التعليقات هل سمعتوا قبل كده عن التريبتيزول او تعرفوا حد استخدمه، ونكمل مع بعض الرحله في حلقه تانية باذن الله. والسلام عليكم.